السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم في أسرار عالم الرخام والجرانيت. المطبخ اللي قدامنا ده زي ما احنا شايفين احنا عاملينه كله قطعة واحدة، يعني جبنا طاولة سليمة وعملنا فيها الحرف يو وخدناها ركبناها، وبعدين حفرنا فيها الحوض وحفرنا فيها البلت ان. ما فيهاش اي لحمات في القرصة خالص، اللحمات في الحيطان بس. هنوريكم اول حاجة، هنجيب رأي العميل صاحب المطبخ، وبعد كده هنوريكم تفاصيل الشغل. بس تابعوا الفيديو للآخر. يلا نبدأ، وبفكركم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد. المهندس هيقول لنا رأيه. مساء الخير. انا بصراحة يعني احب اشكر الشيخ خالد والفريق اللي معاه. شغل 100 والخامة اللي اختارها فعلا خامة مناسبة. حضرتك عملت عليها اختبار؟ تمام، لان انا كان طلبي حاجة ما تتخدش، ما تبقعش، ما تقدر تحط عليها حلة سخنة. الحمد لله يعني خدت عينة واختبرتها، وبصراحة كانت الخامة 100. وطبعا خامة من غير شغل نظيف ما برضو ما يبقاش ليها لازمة يعني. فالشيخ خالد والناس اللي معاه بصراحة عملوا شغل 100 وبحب اشكرهم. وانا يعني برشحهم لاي حد حابب يعمل حاجة كويسة ومتينة وبيهتم بالتفاصيل وبالشكل الجميل كمان. شكرا يا باشمهندس. شكرا. مدام قولي لنا رايك في الشغل الكوارتز، واهم حاجه تقولي لنا رايك في المواعيد. ما شاء الله استاذ خالد شغله ممتاز بصراحه وزي الفل، والفينش جميل جدا وكل حاجه مظبوطه ما شاء الله عليه، والمواعيد مظبوطه جدا. وجاب لي يعني انا كنت رايحه له السبت وهو جاب لي الشغل الخميس، هو كان قال لي اسبوع، جاب لي قبل الميعاد بيومين. والخامه بتاعت الكوارتز تحفه، ويعني زي ما انا كنت عايزاها واكتر يعني. الحمد لله كل حاجه تمام الحمد لله. شكرا يا استاذ خالد، ربنا يديك الصحه. الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. باشمهندس ادينا رايك كده في تسلم ايدك والله يا شيخ خالد. انت يعني شغلك بيتكلم عن نفسه، يعني مش محتاج حد يقول عليه حاجه يعني. طب والمواعيد بقى اللي هي بايظه في مصر؟ لا مواعيدك يعني ما فيش احسن منك بصراحه. الله يخليك. يعني بتنجز الواحد بقى ان كان مزنوق انت بتريحه يعني. احنا خدنا العربون امتى؟ امبارح. وعمر قول لنا ايه رايك في شغل الكوارتز الابيض كده والمواعيد والحاجات دي والتشطيب، بما انك واقف معانا من الصبح؟ والله يا ابو عم خالد بسم الله ما شاء الله، الله اكبر يعني، تبارك الرحمن، ربنا يزيدك. حاجه شغل فاخر يعني، تسلم ايدك والله، شغل 100%. المواعيد لا ده انت جيت قبل ميعادك والحمد لله كده الدنيا زي الفل. تسلم ايدك والله يا عم خالد. الف مبروك ليك. مهندس ادينا رايك في الشغل. ما شاء الله والله انا ما كنتش متخيل كده يعني، ما شاء الله. والرجاله تسلم ايديهم بجد يعني، ما قصروش وما خلونيش اقول لهم اي تعليق بامانه يعني. طيب والمواعيد؟ المواعيد ده انت جبت لي قبل الميعاد بيومين. الف مبروك. الله يا رب يخليك. الأسطى خالد ما شاء الله عليه يعني، عامل المطبخ واخد بال حضرتك يعني، حاجه مش عايز اقول لك يعني على شغله. والراجل يعني شغال بضمير وبذمه، وكفايه ان هو شغال بايده يعني، ويعني مش عايزين نتكلم اكتر من كده. الراجل شغله حاجه ما شاء الله عليه، حاجه ما شاء الله عليه يعني، الحمد لله، وربنا يسهل ان شاء الله. شاكرين يا عم خالد. مش هتطلع في الفيديو ولا؟ لا انا ما شفنا عامل الهائم صوت بس. صوت بس كده. عاطف الحوض ده احنا مركبينه لك الكوارتز ده من كام؟ سنتين ولا سنه ونص؟ لا دخلنا في سنتين اهو. سنتين حاجه زي كده او اقل شويه. الحوض ده راكب من تحت. ايه رايك فيه في السنتين دول؟ لا ما شاء الله تسلم ايدك والله. يعني متين، لا ما بيريحش ولا يسرب ميه ولا يقع ولا حاجه، عشان الناس بتخاف من الحوض اللي تحت. لا انت عامله بالامانه، تسلم ايدك، باحترافيه كمان، تسلم ايدك. الله يخليك زي الفل والله يا عم خالد. لا جميل والله، تحفه ومتركب حلو جدا ومش بيسرب ميه خالص نهائي. بقاله قد ايه عندك؟ لا سنتين كمان. سنه ونص او ازيد، بين السنه ونص والسنتين، اقل من سنتين داخل على السنتين. احنا قربنا على السنتين بالظبط. تمام يعني لا حق ربنا يعني، تقفيل جميل. لا بجد تسلم ايدك. تسلم ايديك يا شيخ والله، تسلم ايديك.